السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. الملك يهنئ المنتخب الوطني بلقب كأس العرب. رسميا عبد الرزاق حمد الله يعلن اعتزاله دوليا. طارق السكتيوي: هذا من فضل ربي وأنا محظوظ بالرجال. وقبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية. الملك يهنئ المنتخب الوطني بلقب كأس العرب. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الفائز ببطولة كأس العرب. ومما جاء في هذه البرقية: يسعدنا أن نبعث لكم بأحر عبارات التهنئة والتقدير عقب فوزكم الرائع بكأس العرب قطر 2025، مضيفين لوطنكم الغالي ثاني لقب له في سجل مشاركته في هذه البطولة، وتألقا متجددا يعزز المكانة المشرفة لكرة القدم المغربية على الصعيد العربي والدولي. وأضاف جلالة الملك: وإننا بقدر ما نشيد بما أبان عنه اللاعبون الأبطال من غيرة وطنية مثلى وأداء احترافي متميز يرقى لتطلعات الجماهير الشغوفة، بقدر ما نثني على عمل الأطر التقنية الوطنية التي أثبتت جدارتها في تأطير المواهب وصنع أمجاد كرة القدم المغربية في جميع الأصناف والفئات، مؤكدة بذلك الحضور القوي في المشهد الدولي للطاقات والكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا في المجال، سواء من ناحية الأداء الرياضي أو التأطير التقني أو التسيير الإداري. كما أشاد جلالة الملك بالجماهير المغربية التي واكبت وأزرت هذا الإنجاز الكبير لمنتخبنا الوطني في دولة قطر الشقيقة، بما عهدناه فيها من غيرة شديدة على القميص الوطني، ومن تشجيعات حماسية متميزة باتت محط إعجاب وتقدير من لدن مختلف الجماهير المحبة لكرة القدم، ونموذجا يحتذى به. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: وإذ نبارك لكم مجددا وبكل حرارة واعتزاز هذا التتويج المستحق، لنرجو لكم مزيد التوفيق والتألق في مواصلة سعيكم الدؤوب من أجل رفع العلم الوطني شامخا في مختلف التظاهرات الجهوية والقارية والدولية، مشمولين بالسبغ عطفنا ورضانا. رسميا عبد الرزاق حمد الله يعلن اعتزاله اللعب دوليا. أعلن لاعب المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله اعتزاله دوليا بعد قيادته المنتخب المغربي للتتويج بكأس العرب على حساب منتخب الأردن. وأكد حمد الله في تصريحات رسمية من حافلة المنتخب المغربي اعتزاله اللعب دوليا، حيث قال: صافي بركة، يكفيني فخرا قيادة المنتخب المغربي للتتويج بكأس العرب الذي يبقى أهم لقب في مسيرتي. ووصل: كاين الخلف، الحمد لله الوليدات اللي فازوا بكأس العالم للشباب. اعتزالي دولي فقط، لكنني سأستمر لاعبا مع فريقي الحالي، وباقي غادي نلعب كرة القدم. هذا وكان عبد الرزاق حمد الله قد أكد في أول تصريح له بعد نهاية المباراة أمام الأردن أنه بالرغم من الأهداف التي سجلها والأرقام التي حطمها والألقاب التي فاز بها رفقة الأندية التي مارس فيها، إلا أنه كان دائما يحتاج إلى تحقيق لقب مع المنتخب المغربي، وها هو الآن في آخر مشواره الكروي بطل العرب وفي عمره 35 سنة. طارق السكتيوي: هذا من فضل ربي وأنا محظوظ بالرجال. استدل مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي بآيات من القرآن الكريم ليصف تتويج المنتخب الرديف بلقب كأس العرب بالقول: هذا من فضل ربي. وأكد السكتيوي أنه كان محاطا طيلة البطولة بالرجال قائلا: كان بجانب الرجال الذين قاتلوا في كل المباريات ليتوجوا باللقب أخيرا. ووصل: إخلاص وروح قتالية واجتهاد من أول يوم حتى آخر يوم. أعيد وأكرر: الإخلاص والعمل والجدية واحترام القميص تفوق كل شيء ويجزى عنها أي لاعب وأي مدرب. وتبع: الرجال أبانوا على كل شيء منذ أكتوبر والحمد لله، كان اللقب في أعيننا، أنا محظوظ بهؤلاء الرجال. وأكد سكيتي أن المنتخب المغربي تأثر كثيرا بالإصابة التي تعرض لها كريم بركاوي في بداية الشوط الأول ثم إصابة طنان، وحاول التعامل بشكل جيد مع المتغيرات التي شهدتها المباراة.
سيس: سنعيش مغامرة الكان مع جمهورنا ومعا سنحقق اللقب. يواصل المنتخب الوطني استعداداته الجدية خلال الحصة التدريبية التي خاضها في أجواء تتبعها الروح الإيجابية والتركيز العالي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. وقال عميد رومان سيس عقب الحصة التدريبية: الأجواء جيدة كما هو الحال دائما، نعيش معا بشكل مريح ومن دواعي السرور أن نكون مجتمعين هنا. وواصل: لا توجد أي مشاكل ونشتغل بشكل جيد جدا منذ يوم الاثنين، حيث يسود الإيقاع العالي والشدة الكبيرة في التدريبات. واستطرد: نستعيد تدريجيا جميع اللاعبين بسبب اختلاف تواريخ مبارياتهم الأخيرة، لذلك نعود شيئا فشيئا إلى اكتمال التعداد. وأضاف قائد المنتخب متحدثا عن أهداف المجموعة: هناك حماس كبير وروح جماعية رائعة، وهذا سيكون مهما جدا خلال هذه النسخة من كأس إفريقيا. وأردف: الهدف واضح ولا لبس فيه، نريد الذهاب إلى النهاية والتتويج بالكأس، لكن قبل التفكير في النهائي علينا خوض المباريات خطوة بخطوة، بداية بدور المجموعات وإنهائه في صدارة دون تضييع أي فرصة. كما وجه السيس رسالة إلى الجماهير المغربية قائلا: نأمل في تقديم مباراة كبيرة يوم الأحد، ونشكر جماهيرنا على دعمها المتواصل. حضوركم في الملعب أو دعمكم من المنازل مهم جدا لنا، لأننا إذا أردنا الذهاب بعيدا وصناعة مغامرة جميلة فسنحققها معا كعائلة واحدة. ترغالين: هناك ضغط إيجابي فقط، وبدعمكم سنحقق اللقب. أكد أسامة ترغالي لاعب المنتخب المغربي أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية، مبرزا سعادة اللاعبين بالاجتماع من جديد والاستعداد لمواجهة الأحد أمام جزر القمر بهدف تحقيق الفوز في مستهل مشوار كأس إفريقيا. وقال ترغالين في تصريحاته لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: نحن سعداء بالتجمع ونستعد بشكل جيد لمباراة الأحد من أجل تحقيق الانتصار. وأردف: لسنا خائفين، صحيح أن هناك ضغطا لكنه ضغط إيجابي، ومع دعم جماهيرنا التي ستشجعنا كل شيء سيكون على ما يرام. ووصل: علينا أن نطبق تعليمات المدرب ونلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها، أن ندافع بشكل جماعي ونستمتع باللعب مع بعضنا البعض. واختتم: أشكر الجماهير المغربية، وإن شاء الله وبوحدتنا سنتمكن من تحقيق اللقب. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. الملك يهنئ المنتخب الوطني بلقب كأس العرب. رسميا عبد الرزاق حمد الله يعلن اعتزاله دوليا. طارق السكتيوي: هذا من فضل ربي وأنا محظوظ بالرجال. وقبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم.